السلام عليكم، شلونكم؟ عساكم بخير. صعدت انظف الحديقة مال العاصف هاي صار والمطر، هاي كلها مخلفات الطيور الأخلية كلها صارت حشائش، فكلها بديت انظفها. هاي الأوليفيرا طلعت سنبلة، حصل مال الورد كله بعد ربيع بدأ يصير. عندي هذه شجرة اللالنجة القزمية ماتت، هذا يصحولها موت نصفي، فقلمته، اخاف تصير عندكم هاي الحالة من تموت لا تذبوها. قلمته بقيت ايش كم عضة الزين، يعني هو الزين هي تصير نوبات نصها تموت، فقلمتها. هاي نحلة عندنا، بدأ النحل الحمد لله. فالحمد لله اليوم يعني بدت الصير تنبت، يعني قصيت نصها هذه وهذا العذر، وايد قصيت عضوده، بقيت بس هالثلاث عضوده اللي زينه، فالحمد لله شوي نبتت. ان شاء الله تجربتنا تنجح. وهذا عندنا النحل بدا هواي قام يصير الاليسيوم الجمال، هذا عندي كبار، فحبدي انظف الحديقه ان شاء الله. كونوا وياي ان شاء الله، ولا تنسونا بالمتابعه واللايك. شكرا جزيلا. هاي عندنا اللهانه الزينه اللي زرعتهم يعني موردات. هاي عندنا هنا القرقوز، الجارتينيا ما شاء الله هواي مجنبدين. هذا نوعين، الشبكة والعسل، الاليسيوم بنفسجي وابيض، يسموه العسل لان النحل هواي يجي عليه. بس هاي عندي اللاتين ابو خنجر زرعته هاي سنة الاخ ما اخليه بين السنادين لان كلش يعني يتكاثر كلش، ما يخلي تنفس للسندانة. هي تجربة، فانا هدا اقطع الورق مالته. هذا كله حشائش، هاي لازم كل سنادين ابدي اشلعهم. شلون كلها لازم اشلعها، هاي كلها من السماد العضوي. وشوية هاي المساوئ مالته بهاي الحبوب. مرة ثانية اخليه بالسطلة وماي واسقي بيه، اسوي شاي كومبوست احسن ما اخليه عليه، حتى اخلص من هذه البذور اللي تصير تنبت وراه. هاي القمرية سويتها، اريد والله ازرع بيها، لسه زرعت لها الاليسيوم، اريد اجيب ورد الصباح يكون متدلي اكثر. وهنا ان شاء الله العنب من عندي 2 هذه وذيجي اصعدها عليهم، بس حاليا بالصيف اجيب هذا الفرش الاخضر، الشادر الاخضر اكو كلش ثخين، وحتى اذا خفيف اسوي طبقتين يعني. وايضا انا عندي همين مبرده، يسالوني شلون تحافظين على الزرع. عندي مبرده ما اخليها لانها عصريه نقعد، فخلي مبرده وجو يتلطف. ان شاء الله خير، هو كل الزرع قسمه بيد الله، بعد ان شاء الله خير نشوف نوعكم ان شاء الله. عندي هنا زرعت طماطة، هذه طماطة وفلفل، فما اعرف بعد ابقيه يعني بالاكياس، يعني احوله بسنادين اكبر، والله ما اعرف، اول مرة اني استعمل هذه الاكياس. يعني هما بالمشاتل همين الاشجار كبار خاليه بهذه الاكياس، فانا ايش قلت ما طلعوا موسمين، واحد يخليه بهاي الاكياس ويجرب، وهم يجرب. هنا عندي هذا الخيار المر لأهل السكر همين جماعتنا. الله يشفيكم شر ان شاء الله. زرعة باذنجان ابيض،
وزرعت طماطة كمثرية. شو ما أعرف يعني الطماطة الكمثرية مدت تصير، بس هنا طلع هذا الباذنجان. زرعت حرنكش، الفلفل الألوان، وهم يعني إن شاء الله نجرب. احنا كل مرة بس يعني ورود وأشجار نزرع، بس هالسنة حجرب الطماطة والباذنجان وهالسوالف، وإن شاء الله تابعونا وحتى تشوفون ويانا ينجاح لا بالسطح. والله كريم إن شاء الله. شنو حبيبي؟ هاي ليلي لازم وياي متفقدة. ليلي وين نايمة؟ والله الجو كلش حلو، يعني أنصحكم تسوون هاي التجربة مال الحديقة على السطح، والله كلش حلوة. وأكثر العراقيين صارت بيوتهم يعني ما بيها حدايق، فهاي فوق السطح. عندي سطحين أني والله، فأخذت واحد سويته قاعدة. إن شاء الله بعد بيه شغل هواية، بس المطر ما خلاني وقف كل مشاريعنا. وهاي الحمد لله والشكر. حبيت أخذكم وياي بهاي الجولة بالسطح، شوية نغير نفسيتنا. هذا الغيم الحلو، هالسما هاي الحلوة، الحمد لله والشكر. بس ما تيجي طيارات، الحمد لله والشكر. جت سمعتني، الحمد لله. رب احفظ هذا البلد بحق محمد وآل محمد، احفظ جميع بلدان العالم المسلمين يا رب يا إلهي. والله تعبنا، الحمد لله والشكر. اللهم يحفظكم ويحفظ أمة محمد يا إلهي. عندي هذا الزرع القرنفل، هو زرع موسمي، بس أنا أحافظ عليه يعني يبقى للثامن، وإذا حافظت عليه يبقى. هما ذني كلهن ورود موسميين. أنا قلت لكم بيناتهم حزرع الطماطة، الفلفل الأسود، الخيار، هذا من يموت الموسم. يعني عندي نباتات الخضر هم تفيد بالصيف وهم تتحمل الشمس مالت السطح. فعندنا هذا القرنفل يتحمل إذا يعني شوية شمس عنا يتحمل. الله بالطحين إلا من صور يلا يجي. فعيني يعني هذا يتحمل الصيف، تقدرون تحافظون عليه شوية، تخلوه على مكان شوية أقل من الشمس عليه. ولهنا أقول لكم أشوفكم على خير، مع ألف سلامة. حبايبي لهنا، واستودعكم الله في حفظه، ورب يحفظكم ويستر عليكم ويحفظ أمة محمد يا إلهي، يحفظ الأمة الإسلامية وينصر إن شاء الله الدول الإسلامية ضد العدو، ينصر إن شاء الله فلسطين بحق محمد وآل محمد يرتاحون السنين كلها. الله يساعدهم، الله يساعدهم إن شاء الله، ينصرهم على العدو يا إلهي بحق محمد وآل محمد. هاي نبات العروس، هذا عندي قور اشتريته ما بقى عندي أسبوع وانكسر، فحبيت أسوي هيجي. خليت ورد العروس، عندي ترمز هم مكسورة، هم سويتها. عند عندكم مثلا أشياء نوبات تنكسر بس هي حلوة وعزيزة عليكم، فحاولوا يعني تصنعون منها شيء، ليش تنذب حرامات. سموه قطر الندى أو ورد العروس.